14 في المعدل، حاجة اللي صعيبة بزاف اللي ما نقدوش نذكروا هاد الحقيقة نتاعها. ولكن من بعد هاد الفيديو اللي المدة ديالو قصيرة أقل من 5 دقائق أو 4 دقائق، يمكن ليك أن هاد 14 أنك تجيبها سهلة وتزيد من 14 بطريقة سهلة وبمجهود سهل وبوقت اللي قليل وبذكاء. فأول نصيحة نعطيها لكم وهي النسيان. فشنو عليكم أنكم تنساو؟ فخاصكم تنساو المعدل اللي جبتوه من قبل، سواء كان مزيان أو ماشي كان مزيان. هذا فقط ما كيعنيش أنك شحال جبتي فقط أنه في هذا العام أو العام اللي فات. حاول تنسى جميع المعدلات وبدا صفحة جديدة كأنك بديت أول مرة كتقرا. فهذا الفيديو عارف أنه تحط من بعد الدورة الثانية، ولكن هذه هي الوقيته نتاعو فاش خاصو يتلانسا. المهم حاول انك تنسى داكشي اللي جبتي، شحال ما كان زين او شحال ما كان خايب. حاول تنسى شحال جبتي في المعدل ديالك باش انك تركز وتعيش مرتاح وما تبقاش مضغوط. والناس اللي جايبه تحت من المعدل حاولوا انكم ديروا في هذه النصيحه بزاف، حاولوا تركزوا عليها 100%. حاولوا تنساو شحال جبتوا. فمحدكم انكم كتفكروا شحال جبتوا فراكم كتضغطوا على راسكم وما تقدروا ديروا والو، فكيبقى بين عينيكم وهو انكم فقط تغشوا. انك فاش تغش فهي حاجه فيها الريسك، يمكن انك تسلك، يمكن انك تشد وتضيع عام كامل بسبب ضياع الوقت ديالك وماشي بالغش. النصيحه الثانيه وهي انك تقيد المعلومات او التمارين اللي كيوصيكم عليهم الاساتذه انهم غيطيحوا في الفروض او في الامتحانات. هاد النصيحه حتى واحد ما كيرديها البال، ونقدر نقول بلي هذه هي الثغره او هما الاسرار نتاع المجتهدين. ذاك المجتهد اللي كيجيب 19 18 19 في الفيلتا، فهذه هي اللي كيديرها كامله وكيركز عليها. فاش كتقيد شي معلومه او شي درس انه غيطيح او من المتوقع انه غيندار في الامتحان، حاول انك تركز عليه 60% او 70%، ولكن ما تخليش هادشي كامل انه ينسيك في الدروس اللي عندك. حاول انك تركز عليهم وتخدم تمارين بزاف وتمارين كتر. فبهذه الطريقه يمكن لك انك تضمن نقطه اللي محترمه، او نقدر نقول لك نقطه اللي اكثر من 14، او تقدر من نقطه اكثر من 16. فهاد النصيحه حاول انك دير عليها، وحاول انك تكتب داكشي كامل كيقولوا الاستاذ. فماشي بالضروري انك فقط انك تكتب الدرس لانه اللي كيمليه عليكم او اللي كاين في الدفتر او اللي كاين في المقرر. فهذا داكشي اللي كيقولوا الاستاذ ما بين الهضره او داكشي ما بين الضحك، فحاول انك تركز عليه كثر. فهادشي اللي كيركزوا عليه الاساتذه والمفتشين. النصيحه الثالثه وهي التخطيط. هاد النصيحه انك باش كتخطط، انا كلشي كيخطط، ولكن باش تنفذ هاد الشيء اللي صعيبه. في الحقيقه انك باش تنفذ هاد الشيء راه ماشي صعيب. فمثلا انا نعطيو مثال الادبيين ابسط مثال عندهم 4 المواد، عندهم الانجليزيه والفلسفه والاجتماعيات والعربيه. هذوما 4 المواد اللي يقدروا يركزوا عليهم. ولكن في العلميين عندهم 6 المواد او 5. الصراحه ما عرفتش، نسيت شحال عندكم. ولكن انا نعطيو مثال بالادبيين. مثلا انه كتقرا 6 الايام، كتقرا من الاثنين حتى للسبت. من الاثنين حتى للسبت يمكن هاد المواد انك كتقراهم دابا، يمكن لك انك كتقراهم اكثر من 3 المرات في السيمانه. فحاول انك مثلا في الاثنين قريت الفلسفه او قريت العربيه، حاول انك فاش تجي من الدوام ديالك مع 6 او مع 12 او في اي وقيته خاويه، حاول انك تقرا داكشي كامل، حاول انك تفهمه. فما حد هو جديد فراه غيدخل لك العقل في السعو بالزربه وغتبقى عاقل عليه وراسخ لك في عقلك. النهار الثاني حاول تحفظ دوك 2 المواد اللي عندك داك النهار. مثلا نهار الثلاث عندك الاجتماعيات واللونجلي او العربيه او العكس، حاول انك دير نفس الحاجه. نهار الاربعاء او الخميس نقدر نقول لكم بلي انا عندكم العشيه خاويه او الصباح خاويه او في شي ساعه خاويه. حاول انك تركز على داكشي اللي حفظتيه في دوك اليومين انو داكشي اللي راجعتيه. فداكشي اللي راجعتيه في اليومين اللي قبل حاول انك تحفظه في ديك العشيه اللي عندك او في ديك الوقيته اللي عندك. فماشي بالضروره انك تحفظ 4 سوايع 3 سوايع متواصله. فالماكسيموم انك خاصك توصل لساعه ساعه ونص، هذا هو الماكسيموم، او لساعه و15 دقيقه. فهذا هو الماكسيموم تاعك. حاول انك تبدا من هذه المده. من بعد نهار الاربعاء ولا نهار الخميس، نهار الجمعه ونهار السبت، حاول انك دير تمارين على هذا الشيء، او الامتحانات او الفروض نتاع العام اللي فات او الفروض نتاع اللي فاتوا العام اللي داز، حاول انك تخدمهم. ونهار السبت ونهار الحد حاول انك ترتاح شويه، او لا حتى لما بغيتيش ترتاح حاول فقط انك تقرا داك الشيء قراءه سطحيه مده نتاع 20 دقيقه نص ساعه الا كثرت. فهاد الطريقه فراه ما غديلكش الوقت،
فقط انا غتدي ساعه او ساعه ونص من النهار كامل. عندك 24 ساعه غتدي لك فقط ساعه ونص او لا ساعه. فبتركز وحاول انك تركز، فراه فقط بقات 4 شهور او لا بقات ما عرفش مده قصيره. كلشي كتفرج في هذا الفيديو في الدوره الثانيه او لا في الدوره الاولى او لا في الصيف او لا في اي حاجه، فنسى الوقت شحال باقي. فراه الوقت كيطير، وحاول انك تحفظ ودير شي حاجه اللي غادي تنفعك. النصيحه الرابعه اللي قد يكون فيها جوج تاع النصائح، نصيحه داخله في نصيحه. النصيحه التاليه اللي هي الاستمراريه. عرف الاستمراريه هي اهم حاجه في الحياه. حنا دابا كون ما كناش اننا كنستمروا في العمل او في القرايه او الوالد ديالك ما كانش كيستمر، فكتساوي انك ما غتقدرش تعيش وانا غتساوي الموت. فحاول انك تستمر، حاول داكشي اللي قلت لك دابا حاول انك تنسى، حاول انك تقيد داكشي، حاول انك تخطط وتبدا وتطبق داكشي. استمراريه كتساوي التطبيق، حاول تطبق داكشي. والنصيحه اللي غادي تكون داخله في وسط النصيحه هي الصبر. حاول انك تصبر داك الشهر او داكشي السيمانه، داكشي على حسب الشخصيه نتاعك. كنتي شخص صابر فانك غادي تنجح وغادي تجيب ديك النقطه وغادي تضمن نقطه سهله. فالايام الاولى اي دومين، في اي حاجه، مشروع، في يوتيوب، في القرايه، انها كتكون اول خطوه واللي اصعب خطوه هي الايام الاولى. كتكون ديك الايام الاولى عباره عن درجه طويله اللي ما تقدرش تفوتها، ولكن الا كنتي دائما كتستمر دائما غتفوتها وغتبان لك ساهله. فحاول انك دير هذا الشيء دائما، حاول انك تنسى، حاول انك تفكر بلي انا عندك مستقبل كيتسناك، حاول انك تفرح دوك الوالدين اللي عندك. فهادو هما النصائح اللي نقدر نقولهم لك. فقبل ما نكملوا الفيديو فما تنساوش تابوناو وديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو في جروبات واتساب انستغرام في اي بلاصه باش تنفعوا بها.